ازيكم؟ تعمل ايه؟ انت في ايطاليا وكاسر الفيزا في شهر واحد، اتمنى ان هي تكون شهر واحد 2024. كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي من ايطاليا على البرتغال. اول حاجه هتعملها لازم تخش البرتغال بطريقه قانونيه. ازاي؟ بتحجز باص، وما تقوليش ان انت كاسر فيزا، ما تقلقش، الناس بتجينا من ايطاليا وبتجينا من فرنسا وبتجينا من هولندا وبتجينا من بلجيكا ومن لوكسمبورغ، وهي كمان كاسره الفيزا بتاعتها. فاول حاجه تعملها اهو انا بقولها لك، ان انت تيجي على البرتغال من على فليكس باص، وهينزلك في لشبونه في اورينت. بعد ما بتنزل لشبونه بتروح تحجز هوتيل او بتحجز مثلا هوستل، وبتطلب منه ان انت يعني عاوز شهاده اسمها الانترادا. طب ليه؟ دي بتثبت ان انت دخلت البرتغال بطريقه قانونيه. بعد كده يا بتروح لشركه خدمات هجره، ماشي، بتقدر، او لمحامي بيطلع لك رقم النيف، وبعدين يطلع لك رقم النيس. بعد كده بيروح يقدم لك في احد المعاهد، او انت بتروح تقدم في احد المعاهد، ومطلوب منك ان انت يكون عندك سكن في البرتغال، ومطلوب منك ان انت يكون عندك صحيفه جنائيه تعملها في السفاره. هتقول لي طب انا في ايطاليا، روح السفاره المصريه في ايطاليا هتعملها ب 20 يورو. وبعد كده لما بيجي لك موعد البصمه يبقى اهلك بيعملوها، بتبعتها لهم في مصر، وبعد كده هم بيبعتوها لك عن طريق الدي اتش ال او عن طريق البريد السريع. يعني ما فيهاش مشكله، عشان خاطر الناس بتقول لي انا في ايطاليا، انا في فرنسا، اعمل ازاي الحاله الجنائيه؟ يا حبيبي احنا عندنا سفاره، او ان كنت من اي دوله تقدر تروح السفاره بتاعتك. امال ايه لازمه السفاره؟ ان هي بتعمل خدمات للمغتربين او للمقيمين بالخارج. طيب ده بالنسبه للفيش والتشبيه. بعد كده بيروح يقدم لك في المعهد. بعد ما بيقدم لك في المعهد اللي هو التكوين المهني، بيروح لمحامي عشان خاطر المحامي يبدا يحجز لك موعد في اداره الهجره. بعد ما بيحجز لك موعد في اداره الهجره، برضو المحامي بيروح معاك. ده المفروض لو حد بيشتغل شغل بروفيشنال، سواء مكتب او محامي او حد بيراعي ربنا، يعني في الناس اللي بيعمل لها الشغل ده. بعد كده، او لو انت هتيجي تعيش في البرتغال، طب هتقول لي انا مش عاوز اجي البرتغال، خلاص مفيش مشكله، ممكن تعمل توكيل لاحد المكاتب المعترف بيها قانونيا في البرتغال، او محامي، او تتواصل مع شركه لينس ماجيك، وهتلاقي على الفيسبوك الارقام بتاعه لينس ماجيك، او هتلاقي الارقام الخاصه بشركه مثلا ذا اميجريشن. فعندك دي او عندك دي او عندك اي حد انت تعرفه. بعد لما بتقدم ان شاء الله وتاخد الموعد، بتروح وبتبصم وبتعمل الاقامه. وانتظرونا بقى، عشان خاطر ان شاء الله انا هعمل لكم فيديو هقول لكم ايه التخصصات، عشان في ناس طلبت مني تعرف ايه التخصصات بتاعه التكوين المهني في البرتغال، لان هم اكتر من تخصص، حوالي 11 او 10 تخصصات، ولكن كل تخصص بيختلف عن الثاني. هنطلع نقول اسعار التخصصات، وهنقول ايه التخصصات، وهنقول ايه فايده التخصصات، وهنقول تقدم ازاي لوحدك وتقدم ازاي مع الشركات عشان الكل يستفيد. اشوفكم في حاجه جديده. اهم حاجه زي ما قلت لكم، ما تنسوناش بالدعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام.